سلام حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. 5 غادي نشوفوا هنايا حلقه ديال مسلسل حياتي، حلقه رائعه بزاف. غادي نشوفوا ميسون كيفاش غادي تفرح بزاف هي وعائلتها من بعد ما حلات اليوم المحل. غادي نشوفوا السيده نديبه اللي غادي تطيح بالفقصه، وغادي نشوفوا هنايا دنيا من بعد ما غيسيقوها الخبر تسيق الخبر. غادي نشوفوا هنايا نيرفات كيفاش غادي تفضح السيد محمود قدام الناس كاملين بداك الشيء اللي ما كيديرش. غادي تقول لي هذا الراجل راه كيدير ليا خيانه زوجيه. غادي نشوفوا هنايا الياس اللي ما غاديش يصبر ليانيس وغادي يضربو. غادي نشوفوا بهار كتخبى هربات منه، ولكن للاسف غادي تسمع نجله وصالح كيهضروا على القاتل، شكون اللي قتل يوسف ودفنو تمايا. غادي يعرفوا كل الحقيقه كلها، وهنا غادي تكون صدمه كبيره لبهار من بعد ما عرفت بلي الام ديالها والاب ديالها هما اللي قتلوا يوسف. غادي تهبط، غادي تقول لعمتها واش بصح هما اللي قتلوا السيد يوسف. غادي تقول ليه للاسف ولكن ماشي كما فهمتي. ولكن هنايا غادي تصدم بهار بزاف. بلا ما نطول عليكم البنات، ندخل معكم في التفاصيل ديال الحلقه. كيف كتشوفوا هنايا في الحلقه ديالنا فين خليتها لكم في الحلقه اللي حطيت لكم قبل، غادي هدى اللي كيضحكوا عليها الاصدقاء ديالها كيضحكوا عليها. غادي يقولوا هذه خسرت كلشي، الشركه ديالهم في الافلاس وهي كتسنى شي حد يخلص عليها. ولكن هنايا ما غاديش تسكت ليهم وغادي دير لهم حاله. ومن بعد غادي نشوفوا هذاك باطر جا لعندها وغادي يقول لي عملك، غادي تقول لي خليني باش نوريهم وجه اخر. غادي يقول لي عافاك عاودي ليا، تقول لي لا بلا ما نصدقك غير خليني عافاك. غادي يقول لها واخا ما تبغيش انا غادي نبغي نتصنت لك. غادي تقول لي ولكن ماشي هنايا، غادي نمشيو من شي بلاصه اخرى. هنا كنشوفوا محمود امير جات عنده الاخت ديالو. غادي يقول لها مالك اختي دنيا علاش عيطتي عليا؟ تقول لي بغيت نعطيك اخويا هادو واخا ماشي شي حاجه، ولكن غير باش نعاون باش ما نبيعوش القصر ديالنا. غادي يبقى يشوف، غادي يقول علاش درتي بحال ما كتقول هادشي ماشي شي حاجه، ولكن انايا بغيت نبقاو حنايا مجموعين، ما بغيت نبيعوا داك القصر. وهذاك القصر ديال عائلتنا وفيها بزاف ديال الحويجات زوينين. غادي يقول لي غادي نحاول اختي، غير كنواعدك هادشي كامل غادي يفوت، وهادشي كامل ان شاء الله غادي ندوزو بحال كيف كما كنديروا ديما. وغادي يقول لها انا خاصني دابا نمشي لعند بنتي حيت دايره حل الافتتاح وخاصني نمشي. غادي تقول لي عافاك اخويا، قول لما يصون تعطيني ابتساع. غادي يقول لي عافاك نساو هاد المشاكل كاملين. غادي نشوفوا الياس اللي كان كيشوف بهار، وبهار كانت حزينه في البلاصه فاش دايرين الافتتاح ديال المحل وغادي تبقى فيه بزاف. وكنشوفوا نوران اللي غادي تقول ميسون تبارك الله بنتي هادشي غزال. غادي تقول لي ماما. من بعد كتشوف عند باها تقول لها بالك بابا داير في راسك هاد الحاله. غادي يقول لها صراحه كتبقى فيا بهار بزاف، شوف هاد الحاله اللي فيها مسكينه. غادي تشوف نوران اسماعيل جا غادي تمشي عند ميسون. غادي تقول لها هادشي اللي درتي ما غاديش ننسى عليك. غتقول لها عافاك بابا تقبليه شويه. هنا غادي تقول لها مرحبا بك سي اسماعيل وغادي تبقى تشوف فيه. غادي تقول ليه شوف راه دايرين بزاف ديال الاكل ديال الاكلات، الا عجبتك شي حاجه كول. غادي يقول لها شكرا لك بزاف. هنايا غادي تقول لها كون غير بابا مشيتي ونقصت هذاك الحياه ديالك ونقصتي داك الشعر اللي عندك وطليتي في راسك شويه، زعما راه عندك الافتتاح، علاش كدير بحال ما هكا؟ انت مقابل ليا غير هذيك بهار، علاش بابا كدير بحال ما هكا؟ غادي يقول لها ماشي شغلك. وغادي تقول لها عافاك شكرني غير شي مره. غادي يقول لها انا كنشكرك بزاف. وغادي يمشيو وغادي يخليها. هنايا جات جات لعندهم ومن بعد غادي يقولوا ليه تبارك الله عليك مرحبا بك. غادي تقول لهم شكرا لكم بزاف. غادي تقول له غنمشي نشوف بهار وغادي تمشي عند بهار. بهار كانت غير مصدومه وجالسه. محمود امير حتى هو غادي يوصل. غادي تقول ليه مرحبا بك بابا. هنايا نوران حتى هي غادي تقول ليه مرحبا بك السيد محمود. غادي يقول لي غادي نمشي نتسالم مع بهار وغادي يمشي عند نيرفاتو بهار. بهار غادي تقول لها نيرفاتو واش انت بخير؟ غادي تقول لها كما كتشوفي انا ماشي بخير. غادي يجي عندها حتى محمود امير غادي يعنقها. غادي تقول ليه نوران انا ما بقيتش حملت نشوف هذوك الثلاثه مجموعين حيت كاين شي حاجه كتشعل ليا في قلبي. غادي تقول لها قول لها الياس غير تهدي شويه. تقول لها شوف بابا ما خاصو غير يمشي يعني محمود امير وغادي يقول لهم بلي هذيك بنتكم. وهنايا غتبقى كيشوف فيها. غادي تقول لها نوران لماماها تجمعوا باش تقطعوا داك الشريط. غادي تعيط هنايا نوران لمحمود امير. غتقول لها جي قطع معانا وغادي يكونوا فرحانين كاملين. ولكن محمود امير غادي يقول لها تبارك الله عليكم داكشي ديالكم قطعوا نتوما كتستاهلوا. وهنايا غادي تقول لها جا صاحبتي سكينه. غادي تقطع هي وسكينه. غادي يفرحوا بزاف وكتقول لهم سكينه جيوا الناس ديال الحي ديالنا مرحبا بكم كلوا اللي بغيتو. هنايا غادي تقول لهم ميسون مرحبا بكم وقطعوا داكشي وكلوا داكشي اللي بغيتو. كلشي غادي يكون فرحان خصوصا نوران اللي قالت لهم الحمد لله يا ربي تسخر لينا هادشي. بقات كتقولها بواحد الجد وواحد الهضره وواحد الضحك وغادي كلشي يكون فرحان. من بعد تقول لهم ميسون كلشي مجاني، حتى حاجه ما غادي تخلصوها اليوم، تاكلوا وتشبعوا اللحم وكلشي غادي يكون كلشي فرحان. ونوران كانت شاده المقص في يديها وكدور به والياس غادي يحاول باش يحيد لها داك المقص.
محمود امير غادي يبارك ليهم، غادي يقول لهم مبروك عليكم وكلشي غادي يكون فرحان. ولكن هنايا انور غادي يمشي عند ميسون، غادي يقول لها مال بهار، غادي تقول ليه بهار راه تفرقات هي ويانيس ولاحت ليه الخاتم داكشي علاش. وغادي يمشي عندها غادي تقول لي شوف هادو حتى هما باقي كيجريو من موراها. غادي يمشي عندها غادي يقول لها واش انت بخير، غتقول ليه انا بخير. غادي يقول لها لاصقت الخبر، غادي تقول لها شكرا لك بزاف ولكن ما غاديديهاش فيه. وغادي يرجع عند ميسون. هنا كنشوفوا محمود امير كان واقف مع بنته، غادي يقول لها تبارك الله عليك بنتي كلشي جا غزال شكرا لك بزاف. محمود امير كان جالس مع نيرفات وبقاو كيهضروا. غادي يبينوا لينا السيده نادبه طايحه في السجن، يعني فقد الوعي ديالها وطايحه فوق هذيك الكروسه. غادي يمشيو عند السجينات وغادي يعيطوا الناس اللي مكلفين تمايا، وغادي يخرجوها، غادي يهزوها بالاسعاف وغادي يديوها للسبيطار. وهنا فاش غادي يخرجوها للسبيطار كانت دنيا كانت جالسه وغادي تقول لهم شوف هذا الاخ ديالي ما عنده حتى شي شغل من غير هذيك البنت، عندنا حنايا بزاف ديال المشاكل وكيتبع هذيك السيده. هنايا غادي تجي عائشه غادي تجيب ليها الدواء ديالها. في هذيك اللحظه فاش غادي تشرب الدواء ديالها غادي تجيب ليها حتى فايزه التليفون، غتقول لها التليفون كيعيطوا لك من الحبس فاش كاينه الام ديالك. غادي تجاوبهم غادي يقولوا لها بلي الام ديالك وقعت ليها شي حاجه، غادي تطيح داك الكاس وغادي تكون في واحد الحاله اللي خايبه بزاف. غادي يقول لها ولدها مالكي. ولكن هنايا كان جالس محمود امير في هذاك المشهد اخر كانوا جالسين كيهضروا، هو غادي يقول لها اسمحي لي بزاف على داكشي اللي درت ليك مرتي البارح. ولكن هنايا غادي تجي في نفس الوقت ثاني جوليا وغادي دير لهم الحاله، غادي تقول لهم واش نتوما كتحشموش البارح حصلتكم في داركم واليوم عاوتاني جيتو مجموعين وما قدرتوش تفرقوا مع بضياتكم، اليوم غادي نوريكم اشنو كتسالوا. هنايا نيرفات ما غاديش تسكت ليها حتى محمود امير، وغادي يجيو كاملين غادي يقولوا لها هادشي اللي كدير راه ما مزيانش. غتقول لهم لا مزيان هادشي اللي كندير، انا غادي ندير الشهود عليكم وغادي ندخلكم كاملين للحبس وعلى هادشي اللي كديروا ليا. هنايا غادي تصدم بهار. وهنايا غادي نشوفوا ميسون اللي كتقول لي علاش كديري بحال ما كتقول لها انت السبب في هادشي كامل. غادي نشوفوا نيرفات غادي تهرب وغادي يتبعها محمود امير وهي معصبه. غادي يقول لها محمود امير كلشي هادشي غادي يدوز كنوعدك، ولكن غادي يجي اتصال من عند الاخت ديالو غادي يوقف وهي غادي تهرب ليه. وغادي تقول ليه الاخت ديالو بلي الام ديالنا راه كاينه في السبيطار عافاك جي لعندنا. كنشوفوا بها رجعت لبلاصتها جلسوا وغادي يقول لهم محمود امير هادشي كامل كيوقع، يعني الياس عفوا هادشي كامل كيوقع، اسمحوا لنا الناس مرحبا بكم كل واحد ياكل داكشي اللي قسم ليه الله. هنايا غادي نشوفوا يانيس جا. فاش غادي يشوفوا الياس ما غاديش يعجبو الحال وغادي يقول لها شنو كدير هاد الحقير هنايا، كنت حسبتك بحال ولدي ودرتك اكثر من ولدي وامنتك على بناتي وانت راك عارف بناتي اللي عنده البنات شنو كيوقع عليه، ولكن امنتك ودرتك بحال هكاك ولكن واخا كتحكي لي على بناتي. هنايا غادي تكون بهار هربات ومشات لحدا الدروج وجلست حداهم حيت كاين الظلام تمايا. ناجله كان صالح تما غادي تمشي باش تتبع بهار. فاش مشات تبعات بهار غادي تلقى مع يانيس مع عفوا صالح في نفس البلاصه. وغادي يقول لها صالح علاش تقول لها شنو كدير هنا بعد مني غادي نمشي نقلب على بنت خويا. غادي يقول لها شوفي اليوم جيت باش نهضر عاوتاني، انا مستحيل نتفرق عليك عافاك غادي نعاونك وغادي نجبد يوسف من تمايا. غادي تقول ليه لا انا جيت عندك. غادي يقول لها شوفي عرفتي الا ما تزوجتيش بيا غنحرقك ونحرق عائلتك كلشي، وغادي يعرف كلشي باللي يوسف الياس ونوران هما اللي قتلوا يوسف ودفنوا في القصر. غادي تقول ليه كيفاش علاش غدير بحال هكا هم انت راك عارفه شنو واقع. وهنا غادي تكون ميسون بهار سمعات كلشي وغادي تعبط هندهم. غادي تقول لهم شنو كتقولوا واش بصح ماما وبابا هما اللي قتلوا يوسف. كلشي غادي تصدم غادي يبقاو يشوفوا فيها. وهنا البنات وصلت معكم صراحه النهايه ديال الحلقه وشكرا لكم على المتابعه ديالكم.